يا جماله بقى، مهلبية بالمانجا، مانجا عويس يا جدعان، بسكوت ومهلبية بيضة، مهلبية مانجا. وتعالى بقى وخش بالمقادير ونبدأ كلامنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالى بقى كده، جبنا بقى حله كده وحطينا فيها 3 معالق سكر، 4 معالق سكر حسب ما انت عايزه، 3 معالق نشا برضو قصادهم. هنحط بقى هنا مج ميه، مج عصير مانجا، طبعا مش محطوط عليها غير يعني حاجات بسيطه جدا من الميه بس كده عشان تتفرم في الخلاط. وهندوبها بقى كويس قوي كده وهنحطها، رفعناها على النار. هنا جبنا بقى باكت بسكوت، كسرناه. هنا ده متكسر، مش هنضربه في الكبه. طب هتكسريه ازاي؟ عادي بالسكينه، عايزه في جوه الكيسه بتاعه الباكت هتضربيها كده باي حاجه هتتكسر معاكي، كله ماشي معاكي. هنا بقى المهلبيه ضربناها كده على السريع كده على البوتاجاز على النار، ما بتاخدش وقت. مجرد ما انتي بتلفي ايدك لفه والتانيه خلاص بترمشي كده بعينك، خلاص راحت واتعملت على طول، ما بتاخدش معانا كده اي وقت. هننزلها كده في الطباق. هنا انا كنت جايبه 3 طباق، فاتبقى معانا برضو شويه، جبت الطبق الرابع برضو هيبان، هيظهر دلوقتي قدامكم. هننزل بقى كده المهلبيه بتاعتنا دي، كده مهلبيه المانجا. طبعا احنا عملنا كل اشكالها وانواعها، المهلبيات معانا كل حاجه وبتظهر الموسم بتاعها. هنا بقى هنجيب كده 3 معالق سكر، 4 سكر. الزيادات اللي عماله تطلع دي، بس هقول لكم بقى الزيادات دي ليه. تقلي في السكر في المانجا وتزودي السكر فين؟ في المهلبيه البيضه. المهلبيه البيضه حطينا 2 معلقه هرمي نشا، لان المعلقه الهرمي بتبقى معاكي دبل، يعني المعلقه الواحده دبل معلقتين، يعني بمعنى صح. هنحط بقى كوبايه لبن، كوبايه ميه، مج لبن، مج ميه، كده يعني تمشي دي قصاد دي. لو عايزه تعملي كلها لبن ساده ماشي، بس هتبقى معاكي دسمه كده، مش هتنفع. خليها نص كده ونص كده. اضرب 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 كده بالمضرب، وهنرفع برضو على النار، مش هتاخد معانا حاجه. بصوا بسم الله ما شاء الله، قوام جميل. هنا بقى عملنا ضربنا 2، ضربناها في الكبه، اخدنا الناعمه حطيناها في جنب، واللي هي اللي فيها حبوب خشنه كده شويه حطيناها في جنب. هناخد بقى الخشنه كده هنحطها الفيصل ما بين مهلبيه المانجا والمهلبيه النشا اللي هي المهلبيه البيضه. هنرص كده في الاطباق زي ما قلت لكم. انا عملت الكميه طلعت معايا 4 اطباق، ولو انت عايزه تعملي اقل من كده اكتر من كده اعملي. ما بتاخدش معاكي اي وقت خالص ولا اي مجهود ولا بتاخد اي تكلفه اساسا. كل الحاجات دي موجوده في البيوت عندنا، ما فيش بيت مش موجود فيه النشا، اللبن، السكر، الميه، كل الحاجات دي موجوده. المانجا طبعا موسم المانجا، طبعا انتوا عارفين. وبصوا والله دي حبايه يا جماعه، يعني مش كتيره، يعني دي حبايه ولا حبايه متقطعه عشان ما نكدبش على بعض، والتانية حبايه صغننه جدا لقيتها كده في التلاجة تايهه. طب انتي مين هياكلك؟ لا تعالي وانا هسيبك؟ لا مش هسيبك. كده نزلنا كده بالمهلبيه. هنسيبها بقى كده، هنساوي كل الحاجات دي اللي انتوا شايفينها دي، هنساويها وهنخليها كده حكايه. بصوا بقى، انا كنت بعمل المهلبيه دي واولادي قاعدين جنبي وابو زيزو قاعد جنبي، وعمالين يقولوا لي طب مش هتبقى حاجه في الحله، طب مش هتبقى حاجه في الحلة. وانا عماله بصوا عايزه احلفها كده، بس يلا مش مشكله. نفدوا مني المره دي واخدوا برضو البواقي في الحله. يلا الجماعه دول على طول خانقيني، على طول قاعدين كده لازقيني كده في اي حاجه بعملها، بس يلا. دي غلطة اللي تعمل المانجا وهي قاعدة كده مع جوزها كده في الهوا كده. وبصوا لا الواحدة تعمل في المطبخ كده احسن بصراحة. دي كنا قاعدين كده بعد ما اتغدينا، قلنا لما واحنا قاعدين كده نتسلى كده مع بعض، وكنا قاعدين بصراحة، وابو زيزو كان ماسك لي التليفون وعمال يصور. لا بصراحة كانت قاعدة جميلة. يلا بصوا هي كده بطلي بقى رغي يا ام زيزو، كملي بقى المقادير. كده قطعنا بقى كده المانجا، حطيناها كده على المهلبية. بصوا بترصيها، ولو انت عايزه تحطي جيلي مانجا عليها علشان يثبتها على المهلبيه ماشي. لو انت عندك مانجا زياده وعايزه تحطيها برضو عادي، مفيش اي مشكله خالص. لو انت عايزه تحطي مانجا في النص بدل البسكوت برضو عادي، كل ده ماشي معاكي، كل ده متاح ليكي. اعملي افتكسي طول ما انت قاعده كده، اعملي افتكاسات كده لاولادك. هنا بقى هنرش كده البسكوت البودر ده كده عليها. والله يا جماعة طعمها خيال، طعمها كده جميل، حاجة كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا، فخامة فخامة فخامة. نرش بقى كده البسكوت. بصوا بقى كده، لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو متابعة، اعملي اشتراك للقناة، لايك،
كومنتي حلو وقولي لي ايه رايك بقى ايه في المهلبيه بتاعتنا النهارده. وما تنسيش قبل اي حاجه تصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وده كده بقى ايه كان الفيديو بتاعنا، فيديو خفيف ما خدش معانا اي وقت خالص، جميل جدا سهل، حاجه جميله، حاجه بصوا يعني مش متعبه، بتسلي نفسك كده. واستنوني بقى الفيديو الجاي، مع السلامه.